السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة معانا تاني محاضرة من محاضرات مادة الأناتومي. معاكم دكتور جراي اللي هو دكتور زياد معاكم في شرح مادة الأناتومي. تاني محاضرة إن شاء الله في المنهج بتاعنا بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن بعض الريجونز وبعض الكافيتيز اللي موجودة في جسم الإنسان. تعالى كده نشوف احنا بنتكلم أصلا عن مادة إيه. أنا بتكلم عن مادة أناتومي. الأناتومي ده كان زمان زمان كده أيام النظام القديم قبل الموديولات. كان بيتشرح إزاي؟ كنت بتاخد في الأول جزء كده من جسم الإنسان ولنقل الهيد مثلا في ترم الهيد والنك، الترم اللي بعده تاخد الثوركس، الترم اللي بعده تاخد الأبر ليمب، الترم اللي بعده تاخد اللور ليمب مثلا والبلفس، بعد كده تاخد الأبدومين وهكذا. فده كنا بنسميه ريجونال أناتومي. فكنت بتدرس في كل حتة دي مثلا الريجنز اللي فيها. بتدرس مثلا مع الهيد اند نيك، تبدأ بقى تدرس من بره عندك الفيشيال ريجون، بعد كده عندك الكرينيال كافيتي من جوه. تمام. تنزل في النك تدرس التراينجلز الموجوده في النك وكل الحاجات دي. تيجي مثلا عند الثوركس تاخد بقى في الثوركس القلب والرئه والحاجات دي اللي موجوده في الثوركس. تيجي تاخد الابدومين تدرس بقى الابدومينال اورجانز كلها، عندك المعده، عندك الامعاء، عندك الكبد، عندك كل الكلام ده. ده زمان كان امتى؟ كان في الريجونال اناتومي. واللي هو يعني انا شايف ان ده احسن حاجه طبعا للاناتومي، اللي انت في الاناتومي لازم تدرس علاقه الاجزاء دي ببعضها. ولكن في النظام الحديث احنا بندرس موديولات. يعني ايه؟ يعني مثلا ناخد موديول اسمه السي ان اس ده بيتكلم عن الجهاز العصبي المركزي. فهدرس ايه؟ هدرس المخ والحبل الشوكي. طب المخ ده في الهيد والحبل الشوكي ده في الباك، مش مشكله هناخدهم كده مع بعض. يا عم انا مصدقك. هندرس موديول اسمه الجي اي تي ده بتاخد فيه ايه؟ بتاخد فيه الفم واللسان والبلعوم والاسوفيجاس والحاجات دي. طب الحاجات دي فين؟ الحاجات دي في الهيد اند نيك. في نفس الموديول ده هتدرس حاجات في الابدومين. طب يا عم دي حاجات فوق ودي حاجات تحت، ماليش فيه. هو بما انهم كلهم مشتركين مع بعض في نفس الوظيفه فهتدرسهم كده في الموديول مع بعض. وهكذا بقى وهكذا في الايه في الموضوع كله. ما علينا، احنا كده كده هنشتغل زي العادي زي ما احنا ماشيين، بس انا بس حابب ان انت تكون فاهم. تاني حاجه بس حابب اكد عليها قبل ما اشرح المحاضره دي، هو ان انا شايف ان المعلومات اللي بتاخدها في المحاضره دي معلومات سطحيه جدا ولا ترتقي لسؤال اناتومي. طب يا دكتور احنا هنذاكرها ليه؟ احنا هنذاكرها علشان لو جت في الامتحان. طب يا دكتور انت بتقول لنا الكلام ده ليه؟ علشان اعرفك يا حبيبي ان انت مش هتطلع يعني مثلا لو خدت المعلومه دي النهارده وامتحنت عليها ونسيتها بعد كده ولا كأن في اي حاجه، لانها معلومات مش مهمه قوي، مش ذات قيمه في الاناتومي. تمام. كده كده المعلومات دي انت كأنك بقول لك قشره عن كل حاجه في الكلام ده. فانا هظبط لك الدنيا ما تقلقش. طيب تعال نبدا. اول حاجه احنا هنقسم جسم الانسان لبعض الريجنز. اول حاجه هنقسم جسم الانسان كده ممكن نقول ايه؟ ثلاث تلات. التلت الاول الجزء بتاع الهيد اند نيك، التلت الثاني الثوركس والابدومين، التلت الثالث البلفس واللور ليج واللور ليمب. طيب في الهيد اند نيك هتدرس ايه؟ تدرس الهيد اند نيك. طيب هو الهيد ده بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على مثلا ممكن نقول حاجتين. بيحتوي على الفيس من بره، وبيحتوي على الكرينيال كافيتي من جوه. يعني ايه كرينيال كافيتي؟ اي حاجه ريليتد للبرين للمخ بنسميها كرينيال. ده كده تبع الاناتوميكال ترمينولوجي او تبع الميديكال ترمينولوجي. تمام. فلما اقول لك اعصاب طالعه من المخ اسمها كرينيال نيرف. لما اقول لك حاجه ليها علاقه بالمخ اسمها كرينيال وخلاص. طيب هندرس الكرينيال. طيب النك يعني مش هندرسها بتفصيل، يعني في الطب البشري مش بتدرس قوي في التفصيل في الطب البشري. ولكن هندرس ايه في النك مثلا؟ ايه الحاجات اللي موجوده في النك؟ والله النك دي موجود فيها جزء من المسار بتاع البلع وجزء من المسار بتاع التنفس. موجود فيها عضلات، موجود فيها ثايرويد جلاند، موجود فيها غدد، موجود فيها قنوات، موجود فيها حاجات كتير بس مش بندرسها قوي بالتفصيل. طيب تاني حاجه عندنا ايه؟ عندنا الثوركس او الجزء اللي تحت كله على بعضه. سيبك من تقسيمه الاتلات دي، يعني دي كانت حاجه من عندي. الجزء اللي بعد الهيد اند نيك كله على بعضه اسمه الترانك. ايه هو الترانك؟ الترانك دي ثلاث حاجات. اول حاجه هي الثوركس، تاني حاجه هي الابدومين، وتحت الابدومين هتلاقي البلفس. كلام جميل. لمعلوماتك الثوركس والابدومين منفصلين عن بعض عن طريق عضله الحجاب الحاجز. لو رسمنا كده ده الثوركس اهو، فهم منفصلين عن بعض عن طريق عضله ايه؟ عضله الحجاب الحاجز. ولكن البلفس والابدومين هم مش منفصلين عن بعض، لا ده هم مكملين مع بعض. الفاصل بينهم حاجه وهميه، يعني مثلا بعض الاعضاء اللي موجوده في الابدومين بتنزل للبلفس وهكذا، وبعض الاعضاء اللي مكانها الاساسي هو البلفس ممكن تطلع للابدومين. هنعرف الكلام ده ان شاء الله. فانت عندك البلفس والابدومين. ده كده الترنك. طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا اكستريميتيز. يعني ايه اكستريميتيز؟ اكستريميتيز يعني اطراف. يعني ايه اطراف؟ يعني الابر لمب واللور لمب. تمام تمام. فدي كده كانت
تقسيمه الريجون. تعالى بعد كده ناخد الهيد. الهيد عباره عن ايه؟ الهيد عباره عن اعلى حاجه موجوده في جسم الانسان، هو الابر موست بارت ان ذا هيومن بودي. كلام يعني مش مهم قوي، بس يعني ادينا بنعرف. طيب الهيد ده بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على فيس. الفيس ده مهم جدا ليه؟ مهم عشان ليه علاقه بالايموشنز، بيعرفك او بيعبر عن الايموشنال اكسبريشن. انت مبسوط فهتلاقي وشك باين عليه انبساط، انت حزين هتلاقي وشك باين عليه الحزن. كذلك الفيس ده ليه اهميه كلينيكيه مهمه جدا جدا جدا. ابسط حاجه خالص، ابسط حاجه خالص، الفينوس درينج. لما تعرف ان شاء الله كده بتلاقي في بعض الرسومات مشهوره، تلاقي فيها مثلث كده حوالين الفم او حوالين الوش. ده كده الانف اهو، ورسم لك هنا مثلث، وده كده ايه؟ الشفه العلويه. ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن الدينجرس اريا اوف ذا فيس. لو في اي انفكشن وصلت في الحته دي، اللي هو المثلث اللي انا برسمه لك ده، الانفكشن دي هتوصل لجوه البرين وتعمل ايه؟ تعمل مشكله خطيره جدا هنعرف فيما بعد. تمام؟ طيب يبقى انا قلت لك ان ممكن بعض الحاجات اللي موجوده في الفيشيال ريجون تتواصل مع حاجات موجوده في الكرينيال ريجون. الكرينيال ريجون دي عباره عن المنطقه اللي جوه السكال. تمام؟ الكرينيال هو المكان اللي جوه السكال. طب المكان ده بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على البرين، لذلك اي حاجه ريليتد للبرين بنسميها كرينيال. تمام؟ طيب والكرينيال ريجون دي بالبرين محميه جوه ايه؟ محميه جوه السكال. طيب تاني حاجه النك. النك دي فيها حاجات كتير، في تقسيمات كتير، يعني هتلاقي فيها جلاندز، هتلاقي فيها ماسلز، هتلاقي فيها تراكية، هتلاقي فيها فارنكس، هتلاقي فيها حاجات كتير جدا مهمة. الحاجات دي مش هندرسها قوي، تمام، ولكن ممكن نبقى ناخد عنها بعض التفاصيل، حاجات في الاناتومي مثلا مع بعض الموديولات ممكن نتعرف عليها اكتر في الكلينيكال مع الجراحات والحاجات دي ان شاء الله. طيب اللي هندرسه بقى بالتفصيل في الاناتومي هو الترانك. الترانك دي بتحتوي على 3 حاجات اهم من بعض. اول حاجه الثوركس. طبيعي الثوركس دي بتكون من اهم المناطق اللي في جسم الانسان. تقول للواد انت داخل كليه الطب عايز تتخصص ايه؟ اقول لك انا عايز ابقى جراح قلب وصدر، عايز اتخصص جراحه قلب وصدر، عايز يبقى زي مجدي يعقوب يعني وكده. ليه؟ الثوركس بيحتوي على ستراكشرز مهمه جدا، زي ايه؟ زي الهارت، زي اللنج، زي الليمف نود. هتعرف بعد كده يعني ايه ليمف نود. تمام؟ طيب فدي بعض الحاجات المهمه اللي موجوده جوه الثوركس. طبعا تجويف الثوركس ده بيكون محمي بايه؟ بيكون محمي بالضلوع، بالريبس. تمام؟ طيب بيكون حواليها عضلات عشان تحميها. طيب الابدومين. الابدومين ده الجزء اللي بعد الثوركس في ايه؟ الجزء اللي بعد الثوركس في الترانك. بيقول لك هو اللور بارت بتاع الترانك، ولكن ده مش صح، لان اللور بارت خالص هو البلفس، ولكن يعني زي الكتاب وخلاص. طيب بيحتوي على ايه الابدومين ده؟ الابدومين ده بيحتوي على ابدومينال اورجان، زي ايه؟ زي الاستومك، زي الانتستين، زي الليفر. لو حابب ممكن ارسم لك رسمه كده كروكيه سريعه كده عشان تعرف ايه الحاجات اللي موجوده جوه. عندنا ده كده هو الاسوفيجاس، اول لما ينزل كده كمل كالمعده، وبعد المعده في شويه امعاء، امعاء امعاء امعاء، لحد ما نوصل لمكان اسمه السيكم. دخلنا جوه السيكم، هتلاقي ورا السيكم في حاجه اسمها الابندكس اللي هي الزايده الدوديه. بعد كده نطلع القولون بالشكل ده، بعد كده ننزل عن طريق السيجمويد كولون وفي الاخر المستقيم، وبعد كده ايه؟ بعد كده الاينس. طيب ايه تاني موجود؟ موجود عندنا هنا الكبد، ده كله الكبد. موجود ايه تاني جوه الابدومين؟ موجود ورا على البوستير وول هتلاقي عندك هنا الكدني، ادي كدني. في هنا السوبرينال جلاند، في هنا عندك ورا المعده عندك البنكرياس. تمام؟ عندك قدام في هنا كده السبلين. تمام؟ عندك برضو في هنا الكليه، في هنا جلاند، ونزل منها اليوريتر، واليوريتر ده يفضل نازل كده لحد ايه؟ لحد ما يوصل عند اليورينري بلادر. ما علينا، دي برضو بعض المعلومات عايز اخلي المحاضره دسمه كده ومفيده. برضو ممكن المعلومات دي تكون اسئله تجيلك بين السطور. طيب بعد كده اصغر او مش اصغر، اخر حته موجوده خالص خالص موجوده جوه الترانك هي البلفس. البلفس ده عباره عن ايه؟ البلفس ده عباره عن اللور موست بارت بتاع الترانك. طيب جوه البلفس بقى، جوه البلفس بيكون في مكان كده سبيس بيحتوي على بعض الحاجات المهمه. المكان ده اسمه ايه؟ المكان ده اسمه البرينيوم. المكان ده اسمه البرينيوم. هتعرف الكلام ده ان شاء الله مع موديول اليورينري جينيتال او اليوروجينيتال. طيب بعد كده عندنا الابر ليمب او الابر اكستريميتي. كلمه اكستريميتي يعني طرف. تمام؟ تعرف اكستريم يعني شيء متطرف، فلما اقول لك ابر اكستريميتي يعني الطرف العلوي وهكذا. طيب بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على 3 مفاصل
رئيسيه، طبعا في مفاصل تانية كتير جدا يعني، بس انا بتكلم على شكل رئيسي يعني. 3 مفاصل وثلاث حاجات، فمجموع كده نقول مثلا 6. طيب اول حاجه عندنا عباره عن ايه؟ عباره عن الشولدر. الشولدر ده هو اعلى مفصل موجود في الكتف، تمام، او اعلى مفصل موجود في الطرف العلوي. طيب الشولدر جوينت ده بيحرك ايه؟ بيحرك الابر ليمب كله. تحت الشولدر عندنا ايه؟ عندنا الارم. تحت الارم عندنا ايه؟ عندنا الالبو ده هيحرك ايه؟ هيحرك الفور ارم. طيب تحت الفور ارم عندنا ايه؟ عندنا الريست. الريست ده هيحرك ايه؟ هيحرك الهاند بين الصوابع. طبعا الهاند دي تشمل حاجات كتير، تمام، تشمل الكاربال بونز، تشمل الميتاكاربال، تشمل بعد كده الفلنجيز. الفلنجيز دي بقى هي الصوابع، هي الفينجرز. بين الفينجرز دي في جوينتس كتير. طيب تعال نشوف الكلام اللي هو كاتبه لك. هو كاتب لك اول حاجه شولدر جيردل. شولدر جيردل ده عباره عن ايه؟ عباره عن عظمه قدام كده اسمها الكلافيكل، وعظمه وراها اسمها ايه؟ عظمه وراها اسمها السكابولا، تمام. طيب السكابولا دي فيها مفصل او فيها حته كده بيتمفصل معاها العظمه بتاعه العضد اللي هتبدا ايه؟ اللي هتبدا الابر ليم. فانت عندك الشولدر جيردل، جواه السكابولا اللي هيحصل لها ارتكيوليشن مع الارم. تحت الارم في مفصل الالبو ده هيحرك الفور ارم. تحت الفور ارم عندك الريست ده هيحرك الهاند. الهاند دي بقى تحتوي على الفينجرز، واللي هتبدا بقى تتحرك عن طريق المفاصل اللي جواها. كل الكلام ده انا هوريه لك على برنامج ال 3 دي بعد ما نخلص ان شاء الله. طيب بعد كده عندنا ايه؟ عندنا اخر ريجون خالص، هي اللور اكستريميتي او اللور ليب. اللور ليمب. اللور ليمب ده بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على جلوتيال ريجون. دي كده مثلا الجلوتيال ريجون. طيب الجلوتيال ريجون ده هينزل منها ايه؟ هينزل منها الثاي اللي هي الفخذ. طيب بعد الفخذ عندنا ايه؟ عندنا الني. تحت الني هينزل منها ايه؟ كده مثلا الني. تحت الني هينزل ايه؟ هينزل الليج. طيب بعد الليج هيكون في ايه؟ هيكون في مفصل الانكل. طيب الانكل ده هيطلع منه ايه؟ الانكل ده هيطلع منه الفوت. طيب الفوت دي بتحتوي على صوابع اللي هي ايه؟ اللي هي الفوت، اللي هي التوز يعني. طيب تعال نشوف الكلام ده. نبدأ أول حاجة بالهيد. تعال نشوف ايه اللي موجود جوه الهيد. الموجود جوه الهيد هو أول حاجة من بره الفيس. طيب تعال نشوف كل الكلام ده. يا ترى هنشوف ايه في الفيس لو أظهرنا السكين؟ ده ايه الست دي؟ المهم مش عايزين دي. ايوه كده معقول شويه. طيب هنشوف ايه؟ هنشوف الفيس من بره. الفيس ده بيحتوي على ايه؟ او الفيس ده بيمتد من اللي منين؟ تعال نحرك الراجل ده شويه كده اهو. كل الكلام ده من اول الهير لاين تنزل لورا كده، كل ده عباره عن الفيس. طيب يا دكتور الفيس ده فيه ايه؟ الفيس ده فيه الفور هيد اللي هي الجبهه، فيه العين، فيه النوز، فيه الفم، وفيه الذقن. طيب فيه الخدود اللي هي التشيكس. كل الحاجات دي بتحتوي على ماسلز. لو جينا نظهر العضلات اللي موجوده هنا، تعالى كده نشوف العضلات دي. نشيل الجلد ونظهر العضلات. العضلات دي هي المسؤولة عن ايه؟ مسؤولة عن الفيشيال اكسبريشن. طيب تعالى نشيل الكلام ده، مش عايزينه. تعالى نشيل العظم ده. هنلاقي تحتيه ايه؟ هنلاقي تحتيه البرين. بس هل احنا هنلاقي البرين بس؟ لا، في حاجة عايزك تكون عارفها عشان هي مش مذكورة عندك كويس يعني، هي ان البرين والسبينال كورد لازم يكون حواليهم طبقات تحميهم. الطبقات اللي تحميهم دي اسمها المننجيز، السحاية. جوه المننجيز دي في حاجة اسمها السي اس اف. لو جينا نضغط هنا هنلاقي عندنا حاجة اسمها ديورا، بعد كده اراكينويد، بعد كده البايا. الكلام ده انا لما بصيت على المنهج لقيت ان انت عندك تقريبا محاضرة فيما بعد هيتذكر فيها الكلام ده، فممكن نسيبه للاخر ان شاء الله. طيب خلصنا الهيد. تحتيه النك فيها حاجات كتير بس هو مش مذكور عندك بالتفصيل، فممكن نفكنا منها خالص يعني. طيب بعد كده هنلاقي ايه؟ بعد كده هنلاقي الثوركس. طيب هو ايه اللي جوه الثوركس؟ اللي جوه الثوركس عندك الضلوع، عندك الاسترنم. لما ندخل جوه شويه هنلاقي عندك اللنج. هتلاقي تحت اللنج او بين اللنج، شيل الحاجات دي كده مش عايزينها. هتلاقي ايه؟ هتلاقي الهارت. ده كده هو الهارت بالتفاصيل بتاعته. طيب ما علينا. بعد كده هننزل تحت شويه هنلاقي الابدومين. عايزين نشوف ايه اللي بيفصل بين الابدومين وبين الثوركس. بص كده، شيل الكلام ده مش عايزينه، شيل الكلام ده مش عايزينه. لقينا في هنا عضله اسمها الدايفرام او الحجاب الحاجز، بيفصل بين الابدومين وبين الثوركس. طيب تعال نشوف كده الكونتنت بتاعه الابدومين. شايف كل الكلام اللي كنت رسمه لك؟ المعده والكبد والاثنى عشر والامعاء وكل الحاجات دي. طيب خلصنا كده. طب يا دكتور بما اننا ظاهر العضلات وكل حاجه، هل في حاجه هتفصل بين تجويف البلفس؟ شيل الكلام ده مش عايزينه.
انا عايز بس، مش عايز اللور لمب خالص، هايد. ومش عايزين العضلات بتاعه اللور لمب يا سيدي، هايد. هل في حاجه يا دكتور بتفصل بين الابدومين والبلفس؟ لا، زي ما قلت لك مفيش حاجه بتفصل بينهم، الاثنين مكملين على بعض. حتى ان بعض الاعضاء اللي كانت موجوده في الابدومين زي الكولون اهو نازل لحد ايه، نازل لحد البلفس. ولو اظهرنا موديل بتاع فيميل هنلاقي ان اليوترس اللي هو الرحم موجود جزء منه في الابدومين. كذلك لما الست بتبدا تحمل وكده جزء كبير من اليوترس بيطلع فين، يطلع للابدومين. طيب زي ما قلت لك الحاجات اللي احنا شفناها وشرحناها من الورق بنشرحها على الموديلز. طيب تعالى بقى نبدأ في الجزء الثاني من المحاضرة دي، وهو عبارة عن ايه؟ عبارة عن الكافيتيز. كل الريجنز اللي احنا ذكرناها دي بتحتوي على كافيتيز. يعني ايه كافيتي؟ يعني سبيس بيحتوي على شوية حاجات. هو كاتب لك هنا ان السبيس ده بيحتوي على فلويد. مش شرط السبيس يحتوي على فلويد، ولكن اللي بيحتوي على فلويد فعلا هو بعض السبيسز من اللي احنا هنتكلم عنها. ازاي الكلام ده؟ هنوضح الكلام ده ان شاء الله. وحتى هو يعني في الشرح هو موضح الكلام ده، بس ايه، في الاول كاتبه بشكل عام. طيب اول حاجه نبدا بالفنترال بادي كافيتي. هنلاقي ايه جوه الفنترال بادي كافيتي؟ والله ممكن الاقي ثوركس، ممكن بعد كده الاقي ابدومين، بعد كده هلاقي بلفس. طيب انا هحاول ازود لك دي الصور اللي موجوده عندك في الداتا، بس انا هحاول ازود لك صور من عندي عشان الموضوع يكون مفهوم واحنا بنشرح. اول حاجه عندنا الثراسيك كافيتي. طيب تعال نشوف الكلام ده على الموديل، لان انا حاسس ان الموضوع مش حلو قوي لو شرحنا كده. بص يا سيدي، الثراسيك كافيتي ده بيحتوي على ايه؟ الثراسيك كافيتي ده الاول ايه هو الحدود بتاعته؟ الحدود بتاعته من قدام عندك عظمه الاسترنم، طيب، وعندك برضو كوستال كارتليج. طيب من الجنب هتلاقي ايه؟ من الجنب هتلاقي ضلوع 12 ريب 12 ريب. طيب من ورا هلاقي ايه؟ من ورا هلاقي الفقرات الظهريه اللي هي الثراسيك فيرتبرا. طيب انفيريور ايه اللي هلاقيه تحت الثوركس بيفصله عن الابدومين؟ زي ما اتكلمنا قبل كده هنلاقي الدايفرام، الحجاب الحاجز. وفوق بقى خالص بيكون في ايه؟ بيكون في الانلت بتاعه الثوركس. طيب ما تيجي نشيل الكلام ده ونشوف ايه هي المحتويات بتاعه الثوركس. انا مش عايز الثوركس خالص، مش عايز العظم بتاعه. تعال نشيله كده ونشيل العضلات. تعال نشوف ايه اللي جواه. انا لقيت جواه في لنج، الرئه. والرئه بينها في بين الاثنين رئتين يعني في القلب. والقلب ده طالع منه ايه؟ طالع منه الميجور فيسلز. الميجور فيسلز دي عباره عن ايه؟ عباره عن الاورطه والبلمونري ترانك. الاورطه والبلمونري ترانك هو، بس هي مش ظاهره قوي هنا. تعال نشيل الجزء ده، طلع منها البلمونري ترانك. تمام. طيب ده كده كان المحتويات بتاعه الثوركس. تعال نسيب الثوركس ونخش على ايه؟ نخش على الابدومين. تعال نرجع الكلام ده. طيب تعال نشوف الابدومينال كافيتي. الابدومينال كافيتي قلنا مثلا لو هنرسمه كده، هو مثلا المكان اللي جوه ده كله. تمام. طيب من قدام anterior و lateral هنلاقي ايه؟ anterior and lateral. طبعا انت خلاص بقيت عارف يعني ايه anterior يعني ايه lateral. قدام يعني anterior و lateral يعني في الجنب. هتلاقي عندك الابدومينال وول اللي هو عبارة عن muscles، muscles forming the anterior abdominal wall. طيب لو جينا نبص على البوستيريور ناحية ورا هنلاقي ايه؟ هنلاقي شوية عضلات موجودة ورا، بس العضلات دي تبع الباك أكتر منها تبع الأبدومين. فالعضلات دي ولا تهمنا. حتى هنا هتلاقي يقول لك ايه؟ المسلز. أنا مش عايز دول، دي باك مسلز أو الباك كله، هايت مش عايزين. شيل بقى شوية العضلات دي برضو مش عايزين. هنلاقي ايه بقى؟ هنلاقي عندنا اللمبر فيرتبر اللي هي الفقرات القطنية دي كده. طيب طيب لو جينا نشوف تحت الانفيرور هنلاقي ايه؟ هنلاقي ان الابدومينال وول مكمل مع البلفس زي ما اتكلمنا قبل كده. شيل المسلز، هنلاقي ان هو من تحت مكمل مع ايه؟ مكمل مع البلفس. طيب يا دكتور، ما هي الكونتنت بتاعه الابدومينال كافيتي؟ والله عندك الابدومينال اورجان زائد شويه حاجات. يعني ايه؟ انا قصدي عندك الدايجستيف اورجان زائد شويه حاجات. زي مثلا هتلاقي عندك جزء من الاسوفيجاس. على فكره الاسوفيجاس موجود برضو في الثوركس، عشان كنا نسينا نقوله. الاسوفيجاس موجود في الثوركس، والتراكيه موجود جزء منها في الثوركس. طيب عندنا الاستومك، عندنا الديودينم، عندنا السمول واللارج انتستين جزء منها، يعني مش كل اللارج انتستين. حتى في الداتا بتاعتك كاتب لك most of the large intestine. دي مثلا كده اللارج انتستين جزء منها بقى تحت هيبدأ يكمل فين؟ في البلفس. عندنا ايه تاني؟ عندنا الليفر، عندنا الجول بلادر
اللي هي اللي بتطلع العصارة. عندنا ورا شوية كده هتلاقي في، بس احنا مش ظاهرينها، تعال نظهرها كده. هتلاقي عندك الكدني اهي، الكدني بس هي موجودة فوق شوية. تعال نشيل ده وشيل ده وشيل ده، هتلاقي الكدني هي راحت فين الكدني. احنا ظاهرين الكدني ان شاء الله، يعني راحت فين اهي الكدني، بس هي مختفية شوية. طيب نشيل ده عشان نظهر الكدني. اهي الكدني عندنا اهي. طيب عندنا السوبرارينال جلاند، الجلاند اللي موجودة فوق الكدني، تعال نظهرها اهي، الجلاند اللي موجودة فوق الكدني. طيب عندنا برضو البنكرياس، عشان اكون وريتك كل حاجة، بيكون موجود ورا المعدة ورا الاستمك اهو، ادي البنكرياس وهكذا. طيب ده كده كان بالنسبة للابدومينال كافيتي. تعال نشوف البلفيك كافيتي. تعال نشوف البلفيك كافيتي. البرنامج ده برضو من افضل البرامج بتاعه الاناتومي، يعني لو انت عايز تعرفه اسمه كومبليت اناتومي. تعالى نظهر جزء البلفس بس. هو ده كده البلفس كعظام. طيب ايه هي الباوندرز؟ كلمة باوندرز يعني حدود. ايه هي الباوندرز بتاعته؟ والله من قدام هي عندي البيوبيك بون. طيب ده كده هو الجزء بتاع البيوبيك بون. طيب بوستيريور هتلاقي بوستيريور هتلاقي السكرم، ده كده هو السكرم. طيب لاترال هتلاقي، لاترال هتلاقي باقي الاجزاء بتاعه الهيب بون اللي هو الجزء ده كده. طيب لو عايز تعرف الترو بلفس، يعني الجزء الحقيقي اللي تقدر تقول عنه بلفس، هو الجزء اللي هنا ده كده، الجزء ده. لكن الحاجات دي ودي ده اصلا تبع الابدومين. طيب فاحنا قلنا الانتيريور عندك البيبك بون، بوستيريور عندك الساكرم، اللاترال عندك باقي اجزاء الهيب بون. لو جينا نبص انفيريور، الجزء ده لو حابب تشوفه يعني بيكون في هنا ماسلز عامله الانفيريور بارت بتاعه، ال الدايفرام بتاع البلفس. طيب ما هي بقى الكونتنت بتاعه البلفس؟ والله على حسب الشخص ده ميل ولا فيميل. هو كده كده هم مشتركين في حاجات كتير، زي ايه؟ زي التيرمينال بارت بتاع الانتستين، زي اليورينري بلادر اللي هي المثانه الموليه، تمام اهي. طيب زي قلت لك التيرمينال بارت بتاع الانتستين، جزء من الانتستين اهو. طيب ايه بقى الحاجات اللي ممكن تكون مميزه؟ والله في الميل، في الذكر هتلاقي عندك ايه؟ هتلاقي عندك سيمينال فيسيكلز اللي هي الحويصلات المنويه. هتلاقي عندك البروستات جلاند بتكون تحت اليورينري بلادر. عشان نشوفها نشيل البلادر، هتلاقي تحت كده ايه اهي البروستات جلاند. طيب طب لو في ميل، تعالى كده نشوف لو في ميل ايه اللي هيظهر لنا. لو في ميل هيظهر ايه؟ لو في ميل هيظهر ال لحظه كده، احنا عايزين فيميل. فين الفيميل؟ فيميل موديل، نطلع ده تمام. لو فيميل هيظهر ايه؟ لو فيميل هيظهر اليوترس، هيظهر الاوفري المبيض، هيظهر الفالوبيان تيوب اللي هي الاوفريان تيوب والحاجات دي، تمام. طيب او اليوتراين تيوب يعني. طيب ده كده كان بالنسبه للبلفس. طيب ايه تاني موجود في الكافيتيز الموجوده جوه الجسم؟ عندك بقى الدورزال بادي كافيتي. احنا كنا كل ده احنا خدنا الفنترال بادي كافيتي. تعال نشوف الدورزال. الدورزال هو ذاكر لك اتنين، الكرينيال كافيتي والفيرتبرال كانال. طيب هو الكلام بتاعه مش دقيق قوي، يعني مثلا هو قال لك صح الكرينيال كافيتي ده اللي موجود جوه السكال، والفيرتبرال كانال ده اللي موجود جوه السباينال كورد. بيقول لك بقى الكونتنت بتاعها ذاكرها لك بقى، يعني مجرد بس انه قال لك في الكرينيال كافيتي عندك البرين، وفي الفيرتبرال كافيتي عندك السباينال كورد. الكلام ده مش صحيح. الكنال او الكرينيال كافيتي بيحتوي على مننجيس وسي اس اف مع البرين. يعني البرين بيكون حواليه مننجيس بتحتوي على سي اس اف، كذلك الفيرتبرال كانال بيحتوي على السباينال كورد والمننجيس والسي اس اف. تعال نشوف الكلام ده. طيب تعال نظهر بقى الجزء النيرفس. لو جينا نبص على الجزء النيرفس هنلاقي ايه؟ هنلاقي جوه الفقرات
لو جينا مثلا ناخد فقره كده ونتكلم عنها لوحدها، هنلاقي الفقره دي بتحتوي على شويه حاجات، من ضمنها حاجه اسمها فيرتبرال فورامين. تمام، دي كده هي الفيرتبرال فورامين. طيب، فورامين مع فورامين مع فورامين مع فورامين، كلهم على بعض هيعملوا قناه. القناه دي بنسميها ايه؟ بنسميها الفيرتبرال كانال. ايه بقى اللي جوه الفيرتبرال كانال؟ اللي جوه الفيرتبرال كانال السباينال كورد. تعال نشوف السباينال كورد لوحده. انا عايز السباينال كورد اهو اعمل له ايزوليت، هو ده السباينال كورد. طيب السباينال كورد ده بيكون، لو جينا بس كده عايزين نظهره، السباينال كورد ده بيكون موجود جوه ايه؟ بيكون موجود جوه الفيرتبرال كانال. طيب السباينال كورد ده يا شباب بيكون متغطي بشويه حاجات زي ايه؟ زي المنجيس اللي اتكلمنا عنها، طبقات المنجيس. طبقات المنجيس دي من جوه بتحتوي على السي اس اف اللي هو بيتصنع فوق في البرين. تعال نشوف بقى البرين والحاجات اللي حواليه. نفس الحوار، لو شلنا العظم ده مش عايزينه، هنلاقي عندنا طبقات المننجيز، طبقة ورا طبقة ورا طبقة، لحد ما نوصل لمين؟ لحد ما نوصل للبرين. تمام. طيب هنتكلم بعد كده ان شاء الله عن البرين فيما بعد. ده كده كان اغلب الحاجات اللي عندنا في المحاضرة. في بقى شوية كلام عام، يقول لك في ماينور كافيتيز في البادي. يعني ايه؟ يعني تجاويف صغيرة. طيب فاكر لما قلت لك الاول ان مش شرط الكافيتيز دي تكون بتحتوي على ميه او مش بتحتوي على فلويد؟ ده هو جزء كده من الكافيتيز دي اللي فيما بعد ممكن يحتوي على فلويد. يعني مثلا عندك الاورال كافيتي، الاورال كافيتي مش شرط فيه فلويد وفي سلايف عادي. النيزل كافيتي مش شرط فيه فلويد، ده هو فيه شويه ميوكس عادي. الاوربت ما فيهاش الكلام ده. الميدل اير كافيتي، الميدل اير كافيتي المفروض ما يبقاش فيها الكلام ده، ده لو فيها سكريشن ده تعمل مرض. تمام، تعال نتكلم عنهم. الاورال كافيتي ده تجويف الفم، بيحتوي على الاسنان واللسان. النيزل كافيتي ده بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على شويه كارتليج وشويه ميوكس ممبرين وكلام من ده، ومسؤول عن السنسيشن اوف سميل، ان انت تشم الحاجه. طيب الاوربيتال كافيتي، الاوربيتال كافيتي ده الجزء اللي هنا ده اللي بيحتوي على ايه؟ اللي بيحتوي على الاي، على اللاكريمال جلاند بتاعتها، على شويه نيرفات وشويه فيسلز هتغذيها ان شاء الله، ماسلز نيرف فيسلز كلام من ده. طيب الميدل اير كافيتي، ايه هو الميدل اير كافيتي ده يا شباب؟ بص، ورا النوز، الجزء ده كله اسمه النوز. ورا النوز في حاجه اسمها النيزوفارنكس. النيزوفارنكس ده جزء من البلعوم، بيحتوي على فتحه. الفتحه دي اسمها الاوستيكيان تيوب اوبننج. لو دخلت جوه الاوستيكيان تيوب دي ومشيت مشيت مشيت، هتوصل لحته كده جوه الاذن اسمها الميدل اير كافيتي. تعال نبص عليها كده. دي ميزه ان احنا بنشرح على برامج 3 دي، ان كل الكلام ده نقدر نشوفه. دي كده هي الاذن. فين بقى الميدل اير كافيتي؟ هو الجزء ده، الجزء ده كده هو الميدل اير. تمام. طيب، او يعني الجزء ده كده مكمل معاه. طيب ميدل اير مسؤول عن ايه؟ الميدل اير مسؤولة عن انها تكبر الصوت لما الطبلة تتهز فتسمعوه في الاخر. تمام. ده كده كل حاجة لمحاضرة النهاردة. بقى شوية سمري سريع في الاخر. السوراكس بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على اللنج، بيحتوي على الهارت، بيحتوي على التراكية، بيحتوي على الاسوفيجاس. الابدومين يحتوي على الدايجستيف اورجان زي الاستومك والانتستين، ومعها الليفر، ومعها الجول بلادر، في سبلين وفي بنكرياس وفي كدني، في سوبرارينال جلاندز والحاجات اللي اتكلمنا عنها. طيب البلفس اللي هو الحوض بيحتوي عليه urinary bladder، terminal part of large intestine، وreproductive organs على حسب ميل ولا فيميل. يعني مثلا ممكن يجيب لك سؤال في الامتحان which of the following is not a part of the pelvis of a female. تمام، فيجيب لك يوترس، يجيب لك part of large intestine، يجيب لك urinary bladder، ويجيب لك معاها seminal vesicle. فتقول لي طب ما كل الكلام ده من البلفس، بس اقول لك انا قلت لك مش موجود في الفيميل، فطبعا اللي مش موجود في الفيميل ايه؟ الحاجات بتاعه الميل. طيب الكرينيال كافيتي بيحتوي على البرين والسي اس اف والمنجيس. الفرتبرال كانال بتحتوي على السباينال كورد والمنجيس والسي اس اف. ده كل حاجه لمحاضره النهارده، بالتوفيق ان شاء الله، والسلام.